السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ بخير، نتمنى تكونوا بالف خير. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احوال جيده. المهم بنات، هنا من ضمن حلويات العيد اللي حضرت هذا الكعك اللي هو كعك ديال اسفي اللي غني على التعريف، وقلت نشاركه معكم المقادير ديالو. بصراحه مقادير ديالو بساطين وساهلين ودغيا كيوجد، غير واش صعيب شويه في الخدمه، ولكن ماشي مشكل الواحد يزعم ويديرو. صراحه البنات جا رائع والله، حتى جا زوين. المهم غادي نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير، ونتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، نتمنى تستافدوا منه ولو حاجه بسيطه. ونخليكم مع المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. المهم بناتنا ان شاء الله على بركه الله غادي نبداو في المقادير. المقادير ديالو كما قلت لكم هما مقادير ديالو بساطين. عندي هنا واحد الكاس ديال السكر العباره بكاس العنبه، وعندي كاس ديال الزيت، وعندي كاس ديال الماء يكون دافي، وعندي هنا واحد شويه د العصير د الليمون كيبقى اختياري، وعندي هنايا واحد 2 معالق كبار ديال الجنجلان اللي حمرته شويه في المقله، ومعلقه كبيره ديال النافع، وعندي هنا واحد الخماره ديال الحلوى ديال 8 غرام، وعندي هنايا واحد الفاني بالنكهه ديال الزهر، وشويه ديال الملحه والدقيق. عندي هنايا غناخد القصريه، غادي ندير فيها داك الكاس تاع السكر. الاحسن البنات تكون الساني دقيقه، ما تكونش ديك الغليظه. وغادي نخوي على داك الكاس تاع الماء، وغادي نخوي على داك الفاني اللي بالنكهه ديال الزهر. هاد الزا صراحه انا اول مره غنستعمل هاد النكهه، اول مره حيت جا معايا من المغرب كندير غير الفاني صافي. وغادي نحاول هكا نخلط هذاك الماء مع السكر حتى يذوب ليا السكر كامل، ويبقى يبان لكم غير الماء، ما يبقاش يبان لكم السكر. حاولوا تخلطوه مزيان هكا، لان الا بقى لكم السكر في العجينه غادي يقصح لكم الكعك. صراحه انا اول مره غادي نجربه، اول مره في حياتي غنجرب الكعك ديال اسفي. عمري ما صايبته صراحه، هو صعيب شويه في الخدمه لانه هو خدمته صعيبه. هو كيبغي صراحه كيبغي الفران ديال الحومه ديال الزنقه، ما كيبغيش الفران ديال الدار صراحه، باش كيجي هكاك محمر وزوين. صافي زدت هنايا داك شويه ديال الملحه، لا ضربت مع القرعه مبغاش تحليه. وغنزيد هذاك الكاس تاع الزيت حتى هويا صافي. وغادي نخلط العناصر كاملين. المقادير ديالو هو ساهلين، ما فيهش المقادير بزاف صراحه، هو اقتصادي بزاف، غير هو الخدمه ديالو اللي شويه متعبه صافي. وغادي نزيد هذاك نص كاس تاع عصير الليمون. كما قلت لكم كيبقى اختياري، بغيتو ما ديروش يمكن لكم ما ديروش، اكتفيو غير بجلجلان والنافع صافي. غنزيد هذاك النافع اللي قلت لكم معلقه كبيره، وغادي نزيد هذاك الجلجلان حتى هو اللي قلت لكم 2 معالق كبار. انا هنا كثرت جلجلان، الا ما كتبغيوش بزاف نقصوا شويه الكميه، تقدروا ديروها معلقه كبيره. انا درت هنا 2 معالق لانه كيعجبني في هكا فيه صافي. غنبدا هنا نزيد في الدقيق بشويه بشويه. الدقيق هنا هاد الكميه انا خدات لي تقريبا نص كيلو وشويه، تقريبا ما واصلش كيلو. وليد لي دوبلتو المقادير غادي يهز لكم كيلو ديال الدقيق صافي. نحاولوا هكا نخدموا العجينه، حاولوا تعجنوها في نفس الوقت وتدلكوها باش كتعطيكم الطوع صافي. غادي نبقى نزيد هكا بشويه بشويه في الدقيق، ونبقى نجمع في العجينه كما قلت لكم. حاولوا تدلكوها. وغادي نزيد هنا واحد الخماره كما قلت لكم ديال الحلوى. انا عندي هذه فيها 15 غرام، غادي ندير غير النص ديالها. وانتم ديال اللي في المغرب يديروا خماره وحده فيها 8 غرام صافي. وغادي نبقى بحال هكا بشويه غادي نخلط بيدي حتى غادي نجمع العجينه صافي. البنات هي العجينه بعد ما تجمعات كما قلت لكم ما تخليوهاش قاصحه وما تخليوهاش جاريه، اللي هو ما بين وبين صافي. وحاولوا بحال هكا حاولوا تدلكوها شويه حيت ضروري تدلك
صافي وغادي ندلكها مزيان بحال هكا بواحد غير شويه ماشي بزاف غير باش كتطلق ليا العجينه. صافي وغادي نجمعها وغادي نغطيها بشي بلاستيكه ونخليها كترتاح. ومن نخلي المهم بين ما وجدنا الطاوات ديال الفران ووجدت الماكينه اللي غادي نخرج بها الكعك ونوجد داكشي اللي خاصو، المهم نقى داك النقاش وداك الشيء بين ما ارتاحت ليا العجينه ونتلاقاو معكم ان شاء الله. المهم بنات بعد ما ارتاحت لينا العجينه هنايا درت هذيك المهم ديال الكعك الماكينه ديال الكعك كنبقى كنخرج بالواحد بالواحد وكنحطهم خاصهم ضروري بنات فاش تخرجوه بحال هكايا من البوق خليوه يرتاح شويه ضروري باش كيعطيكم الطعم في الخدمه. صافي كنبقى نبرك بحال هكايا وكنحط كيرتاح شويه وعاد البنات كنحاول هكا باش نحربلو وكنجي حتى الاخر في الجناب ديالو في الاخر وكنديرو شويه رقيق وقيد. صافي وكنبدا كناخذ اي قطاع او سميتو او نقاش قلت لكم انا القطاع. صافي وكنحاولوا ننقشوه بحال هكا ولكن حاولوا تنقشوه وحده حدا وحده حدا وحده باش كيجيكم ساهل باش تجيكم الزواقه زوينه. صافي وكنلاقيهم وكنجمعهم كنورك عليهم بداك الراس تاع النقاش. صافي وغادي نستمر تقريبا هكا تقريبا نفس الطريقه راه الفيديو شارح نفسه. كنسرحو وكنحاول نقشو وكنجمعو ملي كنجمعو هذيك العجينه هذيك الملاقيه كنورك عليها بالراس تاع النقاش. صافي البنات غادي نستمر هكايا ونتلاقى معكم ان شاء الله من بعد فاش يوجد. المهم بنات هو الكعك من بعد ما وجدته خرجته من الفران. المهم انا هاد الكميه اللي عجنت خرجت ليا هاد الكميه هذه الكميه ديال العجينه خرجت ليا الكميه ديال الكعك. صراحه البنات جا رائع والله البنات الا جا زوين جا خطير في المذاق كما قلت لكم غير هو في الطياب اللي كيبغي الفران ديال الزنقه الفران ديال الدار ما كيطيبوش بحال الفران ديال الزنقه. وجا هشيش من الداخل وجا رطب وديك النكهه ديال الزهر مع النافع مع جوجلان عطات واحد المذاق خطير. وهنا شاطت لي واحد شويه العجينه اللي بقات قطعتها بالمقص ودرتها كيكعات صغار. كنتمنى البنات هاد الكعكه تجربوه وتقولوا لي كيفاش جاكم وكنتمنى يعجبكم الفيديو. ومع السلامه وشكرا لكم بزاف والى فيديو اخر ان شاء الله.